السؤال البسيط واللي كيتبادر في ذهن كل شخص: شنو كيحب أو كيعشق الرجل في المرأة؟ بكل بساطة كل واحد كيشوفها بمنظوره الخاص. البعض مباشرة وبسرعة كيجاوب: الرجل كيحب الجنس، وبدون منازع. وأنا غادي نجاوبك وبكل صراحة: بالفعل الرجل كيحب الجنس، وهذه نقطة لا مفر منها. ولكن ماشي رقم واحد. أول وأهم شيء كيبحث عليه الرجل في العلاقة هو الاحترام والتقدير. وأسوأ شيء هو أنه ما يكونش الاحترام والتقدير بين الطرفين، سواء كانت العلاقة زوجية أو علاقة حب، ويشعر الطرف الآخر بالإهانة الدائمة، وبالأخص أمام الآخرين، اللي كيقلل من قيمته. وكذلك النقد وبالشكل الجارح اللي كيجرح كرامته، لأن الرجل كيبغي يشعر بنفسه هو الكل في الكل ورب البيت، وكذلك كيبغي يشعر أنه قائد السفينة اللي ماشي فيها. لهذا خاص كل مرأة تكون نبيهة لهاد الأمور. والاحترام ليه مفاهيم كثيرة على حسب الشخصية ديال كل زوج اللي انتي متعايشة معه. كاين النوع الأول اللي كيشوف أن في النقاش بهدوء واحترام وعدم الرفع الصوت في النقاش أنك كتحترميه وكتقدريه. أما بالنسبة للنوع الثاني كيشوفها في أنك تمنحيه قيمة في كل أمورك، باستشارته في كل تحركاتك قبل ما تقومي بها. وبالنسبة للصنف الثالث ببساطة كيشوفها في الاهتمام به وبالمظهر ديالو، والأهم في أكله بتحضير كل اللي كيحبه وكيفضله. ومن خلال هاد النقط اللي طرقنا ليها غادي تقدري تعرفي المعنى الحقيقي ديال الاحترام في نظر الزوج ديالك، وتحاولي في كل هاد المواقف أنك تظهريه له وتقدميه له، حتى هو غيزيد يتعلق بيك ويحبك ويعشقك أكثر فأكثر كزوجة أو حبيبة. وتاني حاجة، الرجل كيحب المرأة اللي كتكون خارج البيت بأخلاق بنت محمد، ولكن داخل البيت تكون هذيك الشقية الدلوعة المشاكسة. ماشي المرأة اللي في البيت يعني كثيرة الشكاوى والمطالب، وفي كل لحظة مواعظ طول الوقت وفي أي لحظة، لأن صفة المرأة هي المودة، الرحمة، المحبة، لا شيء غير هاد الأمور هذه. لأن إلا زادت عن حدها كتفقد الأنوثة ديالتها وجمالها. وثالث حاجة هو الجنس، اللي هاد السؤال اللي طرحناه في أول الفيديو، ومعظم الإجابات كتكون الشيء اللي كيعشق الرجل في المرأة هو الجنس. اللي خصك تعرفيه حاجة غريزية لدى الرجال، ماشي كي كتشوفوا المرأة بالنسبة لها حالة عاطفية حميمية رومانسية، وبطريقة مختلفة تماما على كيف كيتصوروا الرجل أو كيف كيشوفوا الرجل. لهذا السبب هو بحاجة ماسة لإشباع رغبته الجسدية. لهذا الشيء هذا يجب تفهم ذلك حتى تعاملوا مع بعضياتكم بالشكل الصحيح والملائم لكل شخص في العلاقة. والحاجة الأخرى اللي كيحب يشوفها الرجل في الزوجة ديالته أو العشيقة أو الحبيبة هو الجمال. ومفهوم الجمال كيختلف من شخص لآخر حسب الكيفية ديال الرؤية ديالته ليه. وهنا انتي والشطرة ديالتك خصكي تعرفي شنو المفهوم ديال الجمال في النظر ديال الزوج ديالك. واش هو مجرد نقط في الجسم ديالك مثل البروز المناطق الأنثوية، أو نوع من اللباس اللي كيحب يشوفه عليك وانتي بالجانب ديالو؟ من خلال هاد النقاط هذه اللي طرقنا لها وهذا الكلام اللي تكلمنا، انا عارفه شنو كيتبادر للذهن ديالك حاليا، انك ام لينا اليوم انتي في صف الرجال وصنف الرجال. لا ابدا، انا يعني كنحاول نطرق لهاد النقط هذه باش يكون واحد نوع تراضي ما بين الطرفين وتحقيق السعاده يعني في الحياه الزوجيه. كيف ما كتحبي تشوفي الحبيب ديالك أو الزوج ديالك بصورة اللي كتكون جميلة، كذلك هو يحب يراكي كيف ما كيتشهاك. بهاد الأمور هذه يعني كتنمى العلاقة بيناتكم أكثر، وكذلك المدى الحب اللي كيجمعكم. وبهكذا كيكون الإشباع العاطفي ما بين الجهتين، وبهكذا كتحقق السعادة الزوجية. ونقطة أخرى، الرجل كيحب المرأة المتسامحة اللي كتجاوز على الأخطاء ديالو نهائيا، ماشي
يمر واحد الوقت ويوقع مشاحنات ما بين الزوجين، وكتسترجع تلك الأخطاء وكتبدا كتعاتبو بها، وبهكذا كتكوني نلتي الثقة ديالته، وكتكوني طرف الأمان والبلسم والفضفضة فيما كيشعر أنه باغي يفضفض في الأمور ديالو. وآخر شيء يحبه ويعشقه الرجل هو الأمان المنزلي، أي منزل آمن بزرعك الأمان والحب في بيتك، بالاهتمام بكل أمور البيت رغم كونك أنك عندك اهتمامات أخرى خارج البيت. هذا ما يمنعكش أنك تخلقي جو الأمان والحب والطاقة الإيجابية في بيتك. يعني الزواج علاقة تشاركية، فالزوج خصو يفهم الزوجة ديالته بالاحتواء ديالها عاطفيا وروحيا، وكذلك الزوجة تخلق نوع من الأمان والحب باش يتعايشوا في علاقة زوجية اللي تكون سعيدة وممتعة. وفي الأخير نبغي نتعرف من نظركم شنو الأشياء اللي يحب أو يعشقها الرجل يشوفها في المرأة. في انتظار تفاعلكم وآرائكم، كنتمنى لكم كل الحب والسعادة في حياتكم. نشوفكم قريب في فيديو جديد، ومساءكم سعيد.